السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بصحة جيدة. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا بطبيعة الحال سهل جدا، طريقة الكنافة سهلة بزاف بزاف بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. بطبيعة الحال شكلت لكم وانتم ديروا داكشي اللي كتبغيو وداكشي اللي كتحبوا. كنتمنى انكم تجربوا طريقتي لان طريقة سهلة ورائعه بزاف وبسيطه بطبيعه الحال. حاولت ما امكن انني نبسط معكم باش كلكم ديروا كنافه بطريقه بسيطه ومبسطه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا عفوا غادي نسمعكم القرمشه ديال الكنافه ديالي. بطبيعه الحال من بعد ما خرجتها من الفرن رائعه بنينه وطيبه مزيان كما كتشوفوا. بطبيعه الحال كتبقى مقرمله ملي كطيب هكا بهذه الطريقه، كتبقى مقرمله لمده 3 ايام 4 ايام، يعني ما كتدبلش. ماشي بحال كاينه الا فزقتيها بزاف بالعسل ولا راه كتدبل كندهنوها غير، يعني كان نوريكم الطريقه فاش انا درت عليها العسل غير شويه، ماشي ديك العسل بزاف تغرق لان كتدبل ما كتبقاش مزيانه. بحال هكا هاد الطريقه كتبقى بشويه، يعني كتبقى بشويه عفوا كتبقى لمده طويله وهي مقرمشه، وحنا هذاك هو الهدف من الكنافه، ناكلوها وهي مقرمشه. بالنسبه للطريقه بطبيعه الحال عندي مكسرات فستق، بندق، الجوز، اللوز اللي متوفر عندكم. الا كان غير اللوز بوحدو او بندق بوحدو او المهم اللي متوفر عندكم ديروه، او الكاوكاو بوحديتو اللي هو الفول السوداني. انا درت 4 الانواع ديال اللي كانوا متوفرين عندي، فدرت منهم شويه 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 شويه، من بعد جمعتهم بنسلي بطبيعه الحال ديال العلب. كنتمنى يعني تكونوا عرفتوا، انا ما بغيتش نوريكم الماركه غير قلت لكم باش جمعت. نتوما جمعوا باش ما بغيتوا، ممكن بالعسل، ممكن باي حاجه واحده اخرى يعني تجمعوا بها المكسرات ديالكم. كتجي بنينه زوينه وسهله جدا. كنشد الكنافه ديالي الكميه اللي متوفره عندكم، نص كيلو او كيلو او اكثر على حسب طبيعه الحال افراد الاسره، او الا كانت عندكم عراضه فغديروا كميه شويه كبيره وسهله بزاف. من تما ديك الكنافه كنفسخوها كما كتشوفوا، نفسخوها مزيان 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 مزيان، كتبقى طويله ولكن غير كنفسخوها. من بعد كندهنوها بالزبده كما كتشوفوا، دوبت الزبده وكندهن الكميه اللي عند الكنافه كامله. يعني كندهنها وصافي، ماشي كنفزقها، غير كندهنها بالزبده باش تشد شويه راسها. من نحطها في الكؤوس ديالي او غادي نشكلها، وغادي نرجع معكم باش نكمل معكم الفيديو ديالي. ما تنساونيش بالاشتراك، لايك، تشجيع، يعني تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يا شيوات افرير، والتشجيع ليا ولجميع الناس اللي كيقدموا محتوى هادف. ونكمل معكم الفيديو. كما كتشوفوا معايا البنات، مني دهنت الكنافه ديالي بالزبده مزيان. تكون عندكم زبده بنينه يعني نوعيه جيده، ماشي اي زبده. دهنوا بها الكنافه ديالكم باش ما تخلي لكمش ريحه ما مزياناش في الكنافه، لان الزبده راه كتخرج الريحه ديالها. بالنسبه لي انا الحشو كان شوكولاته، زبده اللوتس والمكسرات. بطبيعه الحال نوعت، واخا هادو بالنسبه للوتس والشوكولات كيخرجوا، ولكن راه جاو بنانين بزاف في الحشو. نوعت، شكلت باش كيجي الحشو ديالي يعني متنوع. بالنسبه لكم ممكن ديروا غير المكسرات بلا ما ديروا يعني الحاجات الاخرين. وكنوري معكم الطريقه ديالي. كنحط شويه ديال الكنافه في التحت، ومن ثم كنحط فيها الحشو اللي متوفر عندكم. غالبا المكسرات كتجيب بنينه بزاف يعني في الحشو. ومن تما كنضغط عليها بكاس واحد اخر مزيان باش تشكل ليا يعني قرصه دايره مزيره، لان نتوما كتعرفوا ان الكنافه كتشعكك بهذا المصطلح، يعني كتطلع مشعككه شويه. فكنضغطوا عليها مزيان كما كتشوفوا باش ما تبقاش تشعكك لينا. واخا تبان لكم شويه المكسرات او شويه الشوكولا او ماشي مشكل، راه ملي كطيب كتولي كلشي كيتجمع وبنينه وكتجي غزاله. وغنكمل معكم المراحل كلها بهذه الطريقه. وممكن تنسونيش بالتشجيع الاخوان والاخوات، وان شاء الله تعجبكم طريقه الكنافه. صدقوني جات بنينه بزاف، سواء باللوتس او بالشوكولا او بالمكسرات، جات بنينه 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 بزاف. وغادي نرجع نكمل معكم الفيديو ديالي.
انا رجعت معكم البنات من بعد ما كنكمل الكويرات ديالي كاملين. كنجيب نفس الزبده وكنولي ندهن من الفوق كما كتشوفوا، كندهنها مزيان باش كتشرب ديك الزبده وكتجي مقرمشه وبنينه. عليها كنقول لكم اختاروا نوعيه زبده تكون مزيانه باش كتعطي مذاق زوين في الكنافه ديالكم. من بعد ما خرجتها من الفرن كما كتشوفوا، الفرن طابت على حراره متوسطه، يعني طابت على خاطرها باش ما تحرقش وباش طيب، يعني ما تجيش ما تبقاش بيضه. من بعد كنجيب العسل خفيف كما كتشوفوا، العسل خفيف. الا كان ثقيل بزاف العسل سخنوه شويه باش كيذوب مزيان. من بعد كنجيب ملعقه وكنبدا غير ندوز العسل من الفوق، ما نفزقهاش بزاف باش ما تبلش ليا الكنافه ديالي. غير ندوز العسل من الفوق ملعقه 2 معالق على كل قرصه واحده وصافي، وكتولي لذيذه بنينه صدقوني ومقرمله مقرمشه، غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف. ما غتشبعوش منها، وكل مره غتعاودوها بنفس الطريقه. كنتمنى الاخوان والاخوات ما تنساونيش بالتشجيع، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال شهوات افرير. وبطبيعه الحال ما تنساوش تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف. بالنسبه لكميه الكنافه والمقادير كما كتشوفوا ما كتبتش لكم هذه المره، لان الكميه كتبقى على حسب افراد الاسره ديالكم. ما عارفاش انا واش غديروا 4 كيلو نص كيلو. انا شرحت لكم الطريقه بالتفاصيل كيفاش درتها، والكميه كتبقى على حسب افراد الاسره ديالكم. وبطبيعه الحال ما تنسونيش بالتشجيع. شكرا لكم بزاف، شجعوا قناه شهوة تفرير والناس اللي كيقدموا محتوى هادف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.